شخصيتك في القرآن، يا ترى انت اي واحد فيهم؟ عارف لما حد يجي يقولك هو انا كده وخلاص مش هتغير؟ الحقيقة ان القرآن بيقول عكس كده تماما. شخصيتنا مش مجرد طباع ثابتة، لا، دي رحلة وكل واحد فينا عنده حاجة محتاج يشتغل عليها. تعالوا نشوف 5 شخصيات ذكرها القرآن الكريم ونعرف احنا اقرب لمين. وتعالوا نروح لرقم 1، المستعجل على طول. خلق الإنسان من عجل. في ناس مستعجلة على طول في كل حاجة، ولو ما شافتش نتيجة بسرعة تتنرفز وتتوتر وتتعصب. لو الدعوة اللي هي بتدعيها ما تحققتش حالا دلوقتي تدخل في حالة يأس. لا إله إلا الله. الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى بيفهمني إن كل حاجة في الدنيا وليها وقتها. ربنا بيعلمنا الصبر علشان نوصل للحاجة الصح في الوقت الصح. أيوة، المشكلة إن الإنسان المستعجل على طول ده كل حاجة لو اتأخرت عليه تدخله في إحباط، تدخله في يأس، تعمل فتور في العبادة، تخليه بعيد قوي عن حبيبه سبحانه وتعالى، ويقول أنا ربنا ما بيحبنيش، أنا حياتي واقفة. طب أنا ليه ربنا ما استجابليش مع إني عمال ألح؟ لا إله إلا الله. مش يمكن مش وقتها دلوقتي؟ مش يمكن عايز يشوف منك الصبر إنك تتحمل؟ مش يمكن ليها وقت يعني أفضل من الوقت اللي أنت عايش فيه دلوقتي؟ الحل هو الصبر. الصبر مش معناه إنك تفضل واقف، لا، معناه إنك تمشي وإنت عارف إن النتيجة هتيجي في وقتها المناسب. ده بيرجع بقى لليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا واثق في الله سبحانه وتعالى، أنا دعيت وهو هيحقق لي لأنه وعدني بده. ربنا في القرآن قال لنا ادعوني أستجب لكم. بقى معقول أدعي وأقول إنه مش هيحقق لي اللي بتمناه؟ طب ما يمكن انت بتتمنى شيء يضرك فيحقق لك هو بقى الشيء اللي يسعدك. اه والله، تعرفوا اني في وقت من الاوقات كنت بلح في الدعاء في امر معين، عمالة اطلب من ربنا ولح والله. سواء حاسة الكلام مش حاساه على لساني من كتر ما انا ماسكة في اللي انا بتمناه ده. ويقوم رب السماوات والارض يحط كده الامنية دي على جنب ويحقق لي حاجة ما كنتش أتخيلها أساسا، وأفهم منها إن اللي أنا كنت بتمناه ده كان شر، ما كانش خير. لا إله إلا الله. إحنا رؤيتنا محدودة، إحنا غلابة قوي. أنت المفروض وإنت بتدعي تقول يا رب، يا رب حقق لي الخير، يا رب قرب مني الخير وابعد عني الشر. لكن في ناس بقى تدعي وتقول يا رب حتى لو كان في شر، يا رب أنا عاوز الشيء ده. لا إله إلا الله. يعني إيه حد شايف نفسه هو اللي عارف المستقبل بكرة إيه؟ لأ، أنت غلبان مهما وصلت من النضج. ربك سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو اللي عنده العلم والرؤية إيه اللي يسعدك وإيه اللي يتعبك. فأنت طول ما أنت قريب منه هيحقق لك اللي بيسعدك ويبعد اللي بيتعبك. يعني أنت أكيد في حد بيسمعني دلوقتي كان بيلح في يوم من الأيام على دعوة ماسك فيها، ويقوم ربنا محقق له حاجة تانية خالص، فيفهم إن اللي كان بيدعيه ده كان شر، ما كانش خير. الخير في اللي ربنا اختاره سبحانه وتعالى. والله دايما يدعو بيها، يا رب اختار لي أنت، يا رب أنت الكريم، يا رب اختار لي وحقق لي اللي بتمناه. شوف بقى أنت بتتمنى شيء وربنا شايف نفسك محتاجة لإيه أكتر منك، عارف مصلحتك أكتر منك. وتعالوا نروح للإنسان المتقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. عارف الإنسان اللي يفرح قوي 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 لما الدنيا تمشي معاه وتديله، ويكتئب قوي 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 لما حاجة وحشة تحصل له؟ ده الإنسان الهلوع اللي ما عندوش ثبات. ربنا سبحانه وتعالى قال له الحل في الآية اللي بعدها، إلا المصلين.
يعني الصلاة بتخلي الإنسان سبحانك يا رب يكون عنده توازن نفسي، أبدا ما ينهارش وما يتهزش بسرعة مع أي تغيير. تخيلوا. علشان كده دايما الاتصال لما يكون مخلص قوي وجواه الخشوع، وانا بصلي كده خاشع لحبيبي، لامس عاشق للاتصال والوصال، وحابب قوي اني هفرش سجادتي واصلي، وانا بسجد وانا بركع وانا بقرأ القرآن عايش مع حبيبي. في اللحظة دي انت بتشوف الدنيا على حقيقتها، بتشوف كل حاجة كما يجب، ما بتديش الحاجة اللي قدامك أكبر من حجمها. يعني لو حصلت حاجة حلوة قوي تقول الحمد والشكر لله، لأنك شايف إنها دنيا. الحمد لله إن إحنا مستورين، الحمد لله إن إحنا مجبورين الخاطر. طب ولو جت حاجة هزتك، حاجة صعبة، تقول لعله خير. ربنا ما بيجيبش غير الخير. المشكلة إن لو الإنسان المهزوز ده جات له حاجة وحشة ينهار، ولو حاجة حلوة ينسى يشكر ربنا. هو مش ثابت. وتعالوا نروح للإنسان المجادل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في ناس تحب العناد لمجرد العناد بس، حتى لو هي مش مقتنعة باللي هي بتعمله، المهم ما تبقاش غلطانة. المشكلة بقى إن الجدل الكتير ده بيخلي الشخص ده ما يسمعش غير نفسه بس، وما يستفدش بأي حاجة. الأنا تبقى عنده عليه. بيجادل وخلاص، أنا المهم إن أنا أبقى موجود وعاند وأعند. المشكلة إن الجدل بيكون بدون فايدة لمجرد العناد بس. والحل إن الإنسان ده يسمع ويركز قبل ما يرد، يمكن يكتشف إنه مش دايما صح. مين بقى حوالين ناس كده عنيدة، شايفة دايما إنها صح؟ طب ما تركز، طب ما تفكر، طب ما تسمع، مش يمكن أنت غلط؟ طب أنت ليه عنيد؟ طب أنت ليه على طول بتعند ومش مدرك إن أنت ممكن تكون غلط؟ على فكرة ما بحبش دايما أقولها، لأني بحس إني بشبه إنسان ربنا بيحبه بكائن ربنا ما بيحبوش. هو اللي خرج إبليس من رحمة ربنا إيه؟ الغرور، اللي هو مصاحب لإيه بقى؟ للعند والكبرياء اللي هو غريب ده، صح؟ فأنت إيه بقى، تحب تكون كده؟ طب لو لقيت حد حواليك بالشكل ده عنيد كده لمجرد العند، والله يصعب عليك وتقعد تفهمه بالراحة، لأن ديننا دين رحمة كده، الدين نصيحة، سيدنا النبي يقول لنا كده. وتعالوا نروح للإنسان الضعيف قدام شهواته. وخلق الإنسان ضعيفا. كلنا عندنا نقطة ضعف، ممكن تكون في الغضب، ممكن تكون في حب المال، ممكن تكون في الكسل. أيا كان بقى نقطة ضعفك إيه، القرآن الكريم سبحانك يا رب ما يجيش يقولك أنت ضعيف ويسيبك، لا، هو بيقولك أنت محتاج تقوي ضعفك ده علشان تتجنب أنك تقع من خلاله. طبعا لأنك بتكون مكشوف للشيطان، هو بيركز قوي على نقطة الضعف اللي عندك ويشتغل عليها علشان ييأسك، يخليك تتخيل ان انت انسان مطرود من رحمة ربنا والعياذ بالله، فيشتغل على نقطة ضعفك. فانت ما ينفعش تكون مكشوف للشيطان، لازم اي حاجة تلاقيها بتأثر عليك وتضعفك وتتحكم فيك تجري بسرعة على ربنا وتقوي روحانياتك. قيام الليل ده سر رهيب، لأن الإنسان فعلا اللي يقدر يقوم من نومه ويدخل يتوضى ويفرش سجادته ويقول يا رب، ده بيكون عاوز القرب من حبيبه سبحانه وتعالى. دي حاجة كده مفروغ منها. المشكلة إن الإنسان السريع قوي قدام شهواته ده بيكون ضعيف. الحل بقى إني لازم أقنع الشخص ده إن مفيش حد كده قوي من نفسه. القوة دي بتيجي مع الوقت، مع التدريب.
يعني انت لازم تشتغل على نفسك. زي ما بقولك دلوقتي، لما تقوم في قيام الليل انت بتاخد خطوات، انا بقوي روحي علشان الشيطان ما يدخليش فيزود حياتي كآبة. كل ما الانسان بعد عن ربنا يشوف الدنيا ضيقة قوي، يشوفها غامقة، مهما كانت قدامه بالألوان، مهما كان بيمتلك، مهما كان وصل في العلم، يلاقي نفسه زهقان، متضايق، مخنوق. البعد عن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الإنسان، سبحانك يا رب، عمال يديك إشارات. يعني أنت زهقان متضايق، مع إن كل حاجة متاحة، تقدر تعمل كل حاجة في أي وقت عادي بقى. ده الإنسان اللي مش حاطط لنفسه حدود إيمانية، اللي هو بيقول عادي بقى، والواحد يعيش مرة واحدة ومحدش بقى يبقى كئيب، وبلاش بقى الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، سيبوا الناس تعيش. ياما سمعت الجمل دي، ياما سمعت ناس تقول عادي يعني ما تبقيش كئيبة، الحياة كده، وبعدين نطلع نعمل عمرة لما نعجز. طب هو انتي ضامنة؟ ضامنة هتصحي بكرة الصبح؟ ضامنة النفس اللي انتي بتاخديه هيطلع ولا لا؟ لا إله إلا الله. صعب قوي لما الواحد ده انتي عندك ثقة مبالغ فيها قوي. الإنسان ده أنا بيصعب عليا، بحس إن هو عنده ستارة كده على عينيه، مغمى، قافل النور عن حياته. الشيطان بقى بيدخل للإنسان اللي بالشكل ده ويسيبه. عارف انت ايه؟ كل ما يجي خطوة، لا انت هتبعد عني، انت هتسيب بقى حياتك الضلمة الحلوة دي؟ لا يا حبيبي، خليك هنا، هتروح هناك تنور وتبعد عني. فالبعد عن ربنا ظلام، والقرب منه نور. فيصعب عليا قوي الإنسان اللي يسيب نفسه هشة ضعيفة وما يجريش على ربنا، يقوي نفسه بالقرب والاتصال، ويعدل ويعمل ريفريش كده لإيمانياته. وتعالوا نروح للنموذج رقم 5 اللي مش بيحب يستنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. في ناس تدعي على نفسها لما تتعصب، في ناس لما بتبقى بتتمنى شيء وربنا يأخره شوية فتقوم تشترط على ربنا، تقول له يا رب، يا رب حقق لي الحاجة اللي بتمناها وانا هعمل لك الحاجة الفلانية، ونادري يعني يا رب، يا رب اعمل لي الحاجة الفلانية وان شاء الله تاخد مني كذا. لا إله إلا الله. الحقيقة ان مش كل حاجة انت عاوزها هي صح ليك. المشكلة ان اللي بيدعي وبيتصرف من غير ما يفكر في العواقب يجي بعد كده ويقول اشمعنى انا حياتي كده، ويعيش في كآبة ويكمل في طريق هو اللي اختار يمشي فيه، هو اللي حدده. فالحل انك قبل ما تتكلم، قبل ما تتمنى، فكر، ما تبقاش مستعجل. مش يمكن الحاجة اللي انت مستعجل عليها وعمال تلح وربنا يأخرها لانها مش خير ليك، تكون فعلا مش خير ليك. وافتكر ان في ست كانت خلفتها كلها بنات، حماتها وسلايفها وكل اللي حواليها كانوا ضاغطين اعصابها جدا لانها بتجيب بنات، فتتأثر قوي وتبكي وتحط في نفسها وكأن البنت دي يعني حاجة غير صالحة للحياة، مع ان البنت دي هي الام، هي كل حاجة، هي عمود الحياة. سبحانك يا رب. فالحما والسلايف وحتى الستات اللي حواليها كلهم بيضغطوا على أعصابها، وده حال ناس كتير قوي في القرى عندنا يعني. فتقوم تحط في نفسها جدا جدا، لحد ما في يوم اشترطت على ربنا سبحانه وتعالى، وكأن يعني شايفة ان كل ما تدعي فربنا ما يديهاش الولد، يعني محتاج بقى ربنا حاجة منها. فقالت له يا رب اديني الولد وان شاء الله تاخد عين من عيني. لا اله الا الله. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمها بالولد اللي هي عاوزاه، وتفرح، وتعدي الايام وتعدي الشهور، ويجي الولد وهي بتغير له بضفر ايديه يطير لها عينيها. افتكرت لما اشترطت على ربنا سبحانه وتعالى انه يكرمها الولد ان شاء الله ياخد عين من عينيها،
والولد كبر و... ولما عرف ان هو السبب في ان امه عايشه بعين واحده كان احساس مؤلم قوي. وانا طفل. بصوا، لما نوصل لمعنى ان ربنا هو اللي عارف مصلحتي، هو اللي هيحقق لي كل شيء انا بتمناه، هو اللي عنده العلم، انا لا افقه شيء، انا عليا الاجتهاد بس، ان انا اقعد اجتهد واطلب وناجي واقول يا رب يا حبيبي. القرآن مش بس بيحكي لنا عن صفات الانسان، لا، ده بيدينا حلول لكل المشاكل. مفيش حاجة اسمها انا كده وخلاص، كل حاجة ممكن تتغير، وانت اللي بايدك المفتاح. القرب، الاتصال بالله سبحانه وتعالى، انك تعمل ريفرش لروحك، هتبص تلاقي حياتك كلها اتغيرت. بس انت خد الخطوة وقول يا رب